قررت انزل فيديوهين في الاسبوع عشان انا متحمس جدا الفترة الجاية للتصوير، لان انا كنت بنزل فيديو واحد كل سبت، فهحاول اخليه ما بين سبت وتلات او سبت وخميس في الرينج ده، ان انا انزل فيديوهين، لان المونتاج بياخد مني وقت كبير جدا. فبحاول ان انا بقدر الامكان انزل اتنين، وباذن الله نعدي اسبوعين ثلاثة ويبقى 3 فيديوهات في الاسبوع. هنحاول ان احنا نستمر على الخطة دي لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه. يلا بينا. فده اوتفيت النهارده، باذن الله اتمرن النهارده. بقالي فتره على الخطه دي ان انا بنزل فيديو واحد على اليوتيوب كبير، فقلت ليه ما ننزلش اتنين ونبدا ان احنا نزود تدريجيا في الموضوع، يعني وبدل ما يبقى فيديوهين يبقوا 3 وهكذا، لحد ما الاقي ان انا اتعودت ان انا اصور ومنتج وانزل على طول لحد ما يوصلوا بشكل يومي. فالخطة كالآتي، ان انا هنزل فيديوهين بدل فيديو واحد على مدار الاسبوع لحد ما اعدي اسبوعين، وبعد كده هلجأ ان انا اصور 3 فيديوهات على مدار الاسبوع، بحيث ان انا اتعود ان انا افضل امنتج وافضل انزل لحد ما نوصل للاسبوع كله باذن الله ان احنا ننزل فيديوهات. عادي تقع وتقوم وتقع تاني وتقوم. كنت في الاول متحمس ان انا اقدر اصور فيديوهين، ولكن دخل عليا شوية ضغوطات كده، فتاني يوم على طول او في يومها تقريبا فما لحقتش ان انا اصور بقية الفيديوهات. بحاول اكمل الفلوج ان انا اقول حاجة مهمة، وهي ان طبيعي كلنا نقع، طبيعي كلنا نتعب، طبيعي كلنا ما نقدرش نكمل الخطة اللي احنا حطيناها. هنا بيبقى اعتماديتك مش على المود بل على الخطة اللي انت حاططها. وانا طبيعي جدا اوقات اعتماديتي بتبقى على المود شوية، لان ببقى تعبان من الشغل وهصور لسه ومنتج والقصة دي كلها. لو لقيت وقت ان انا اكمل الفلوج في البيت هكمله، وبس كده. لازم نستمر على الخطة ولازم نكملها. مينفعش ان احنا نقف، مينفعش تقف خالص. حتى لو تعبت وزهقت وجا عليك وقت حسيت ان انت ملان من اللي انت بتعمله، لازم يبقى في قومة تانية، وبعد القومة التانية يبقى في قومة تالتة، وبعد القومة التالتة يبقى في رابعة وخمسة وستة، لحد ما فعلا كل الوقعات دي ما بقتش تأثر فيك.